بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس مدارس دبي الدولية الدكتور جمعة بالهول المحترم، وأعضاء مجلس الإدارة، مدير مدرسة دبي الدولية الدكتور أكرم زيعور المحترم، مساعد القائد العام للشؤون والعمليات اللواء عبد الله الغيثي، رئيسة وأعضاء مجلس الأمناء الدكتورة نهلة ياسين حمدان، الأستاذ منير اللحام مدير مدرسة دبي الدولية فرع الجرهود بالوكالة، أعضاء هيئة التدريس الكرام، أولياء الأمور الأعزاء، بناتنا الخريجات، مرحباً بكم جميعاً في هذا اليوم المميز الذي نجتمع فيه للاحتفال بجهود طالباتنا بالنجاح والمثابرة. إن هذا اليوم ليس مجرد نهاية لمرحلة، بل هو بداية لمسيرة جديدة مليئة بالفرص والتحديات. اليوم نقف بفخر لنشهد تتويج سنوات من العمل الجاد والإصرار. نحتفل اليوم ببداية جديدة، حيث يشع أمل المستقبل في عيون خريجاتنا. إن كل طالبة هنا اليوم تمثل قصة نجاح، قصة ترويها سطور من الجد والاجتهاد والإيمان بقدرتهم على تحقيق أحلامهم. هذه اللحظة المفعمة بالفرح والتقدير تعكس التضحيات الكبيرة التي قدمها الجميع للوصول إلى هذه النقطة. فلنحتفل اليوم بثمرة الجهد والتفاني، ولنستمتع بهذه اللحظات التي ستظل محفورة في الذاكرة للأبد. هذه القاعة الممتلئة بالفخر والأمل تعكس ليس فقط الأحلام التي تحققت، بل الروح اللاهثة التي تصنع المستقبلات من نار الطموح. فلنحتفل بسيمفونية النجاح والإيقاع للعزم الذي أوصلنا إلى هذه اللحظة. مع تفتح الأبواب وملء صدى خطوات حازمة الأجواء، دعونا نحول أنظارنا إلى مدخل هذه القاعة العظيمة، لنستقبل ليس فقط موكباً من الخريجين، بل استعراضاً للمرونة والعزم والالتزام اللامتناهي. كل خطوة تسجل دخولهم هي شهادة على ساعات لا تحصى من العمل الشاق والتحديات التي تم التغلب عليها، والأحلام التي تمت متابعتها بشغف. مع دخولهم يتردد صدى كل خطوة مع تتويج روحهم الدائمة وجهودهم المتواصلة. هذه اللحظة الغنية بالترقب المليئة بالفخر تشير إلى بداية فصل جديد في حياة هؤلاء الأفراد المتميزين. مع مرورهم عبر هذا الباب يحملون معهم ليس فقط إنجازاتهم، ولكن أيضاً الآمال والطموحات لجميع من قدموا لهم الدعم خلال هذه المرحلة التحولية. دعونا جميعاً نقف للتصفيق والترحيب، مشيدين بإنجازاتهم وتضحياتهم. هؤلاء الخريجات هم أمل المستقبل ونبض الحياة. نجاحهم هو انعكاس لدعمكم وتشجيعكم المستمر. مرحبا بكم خريجي الدفعة العشرين في احتفالكم المستحق.
بحرارة رحبوا معي بمسيرة طاقمنا الإداري والتعليمي للخريجات وهم يدخلون القاعة. كل عضو يخطو إلى الأمام يمثل العمود الفقري لرحلتنا التعليمية، يجسد الإخلاص والحكمة والالتزام بالتميز الذي قاد طالباتنا إلى هذه اللحظة الاحتفالية. إنهم منارات الحكمة والعطاء الذين ساهموا بجهودهم وتفانيهم في بناء هذه الكوكبة الرائعة من الخريجات. دعونا نصفق لمساهماتهم القيمة، معترفين بالتأثير العميق لهم على مسارات نجاح خريجاتنا. بكثير من الفرح والفخر نجتمع معاً لنتوج نتاج عام مضى من البذل والعطاء والكفاح بالجد والاجتهاد. يتحقق المراد وتعم الأفراح، وأروع الأفراح نشيدنا الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة: عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا. نبدأ حفلنا اليوم بكلمات من كتاب الله المبين، كلمات تنير دروبنا وتعطي نفوسنا السكينة والطمأنينة. إن آيات القرآن الكريم هي النور الذي يهدينا في ظلمات الحياة وتقوي فينا روح المثابرة والإصرار. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
صدق الله العظيم. لنستمع بخشوع وتدبر إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة مايا مصطفى الساعدي، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بينما نقف على مفترق طرق الاحتفال والترقب، دعوني أقدم لكم منارة الحكمة والقيادة التي قادت مدرستنا عبر مواسم التغيير لما يقرب من ربع قرن. مديرنا الموقر الذي شغل منصبه كما يزهر البلوط الثابت في حديقة التعليم، يقدم الظل والقوة للأحلام التي تنمو تحت مظلته. إرشاده بمثابة بوصلة في أيدي ملاحين المستقبليين، رسم مسارات عبر مياه التعلم المضطربة وقادنا بأمان إلى شواطئ النجاح. مع مرور كل عام تحت قيادته اليقظة لم تنم مدرستنا فحسب، بل ازدهرت. تحول كل تحد إلى حجر أساس نحو التميز. إنه ليس فقط مهندس المشهد التعليمي، ولكنه أيضاً البستاني الذي رعى كل بذرة من الإمكانيات حتى نمت إلى شجرة شامخة من الاحتمالات. اليوم بينما نجتمع للاحتفال بمعلم آخر، دعونا نتأمل في مساهماته العظيمة التي نحتت إرث مؤسستنا. يرجى الانضمام إلي في الترحيب بمديرنا العزيز الدكتور أكرم زيعور المحترم ليلقي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. تحت قبة السماء الواسعة أقف راعيا متواضعا حقا في قلب مدينة حيث تحلق الأحلام، حيث تمسح الأبراج النجوم ليلا. يا دبي، تتفتح صحاريك بالفولاذ والزجاج، يتحول السراب إلى مدارس في كل الفصول. أبراجك كأصابع تمتد نحو السماء، في حضنك يكمن مستقبلنا. قادة جريئون برؤية رشيدة وشاسعة، تحت جناحيك نتعلم ونخطو، نصنع الطرق عبر رمال الابتكار. لقد بنيت واحة للتعليم، كالصقر الشامخ تحلق طموحاتك فوق الكثبان إلى شواطئ العالم. كل لوحة لامعة، كل حجر منحوت يتحدث عن إرادة ثابتة كالجبال. في هذه الحديقة حيث تتفتح براعم العلم، لقد نمينا بسماد الإلهام النفيس للتفكير، للحلم، للجرأة، للإبداع، مجهزين للقيادة، معدين للتألق. كما تتوج الشمس أعلى إطاراتك، أرى وميض هدفنا المشترك لرفع كل قلب، لتوسيع كل عقل، في السعي وراء ما هو غير محدد. دبي، يا مدينة التقدم والشمس الأزلية، هؤلاء بناتك الخريجات، مستعدون للنهوض، للإبحار، للركض تحت راية ما بدأتيه. وهكذا أقف بفخر وثبات وسط صدى صوتنا المشترك، شاكرا لكم أيها القادة على المساحة للتعلم، للنمو والاحتضان. من هذه المنصة بينما تبدأ رحلاتنا نحمل جوهركم الجريء. دبي مسبكنا، لهيبنا، ملهمتنا، في رمالك نختار أحلامنا. الخريجات العزيزات، أتقدم بأحر التهاني لجميع خريجاتنا العزيزات في هذه الليلة الفريدة، لأن كل واحدة منكن مميزة. أود أن أتحدث إليكن الليلة بصيغة المفرد، لأعبر عن تقديري لمسيرة كل طالبة على حدة، لأخاطب كل واحدة منكن مباشرة. أرجو أن يعكس هذا الأسلوب تقديري لشخصية كل واحدة منكن لإنجازاتكن الفردية. اليوم وأنا أقف هنا في ختام عام دراسي مميز آخر، يملأ قلبي الفخر والعاطفة، ويغمرني طيف من المشاعر تماما كما أتخيل أن يغمرك. لم تكن الرحلة التي شرعت فيها مجرد مسيرة عبر الكتب المدرسية والاختبارات، بل كان عبورا عبر محيطات المعرفة واكتشاف الذات، مثل البحارة الذين يهتدون بنجم الشمال. قد ناورت عبر المياه المضطربة للمراهقة والبحار الهادئة للتعلم، ووصلت الآن إلى شاطئ مستقبلك. لقد كانت رحلتك إلى هذه اللحظة شهادة على قوة الإرادة والعزيمة التي تحرك الجبال. كل ساعة قضيتها في المكتبة، في المختبرات، في القاعات الدراسية، كل لحظة من الشك تغلبت عليها بالإيمان في نفسك، كل تحد واجهتيه بصدر رحب، كل هذا لم تكن
سوى خيوط في نسيج إنجازاتك التي نحتفل بها اليوم. لقد أظهرت قدرة فائقة على التحمل في وجه التحديات، ولم تدع العقبات تحول دون مسارك. في الأيام التي شعرت فيها بالإحباط وجدت القوة لتقف من جديد وتواصل السير قدما. هذه الصلابة، هذا الصمود هو ما مكنك من تحقيق النجاح الذي نشهده اليوم. لنتذكر أن الإنجازات العظيمة تتطلب أحيانا تضحيات عظيمة، وأنت خريجتنا العزيزة قد قدمت هذه التضحيات بسخاء. لقد كنت مثالا للإصرار الذي يجعل الحلم واقعا، للمثابرة التي تبني جسورا فوق الأنهار العاتية، للعزيمة التي تضيء الظلام. في مسيرتك المستقبلية دعي هذه الصفات تكون دليلك، فالعالم بحاجة إلى أرواح شجاعة مثلك، قادرة على التغلب على الصعاب والإسهام في صناعة مستقبل أفضل. افخري بما أنجزت، واعلمي أن كل خطوة قطعتها قد أعدتك للخطوات التالية في هذه الرحلة الرائعة التي نسميها الحياة. خريجتنا العزيزة، اليوم هو رداء محاك من خيوط إنجازاتك، أحلامك، والإمكانيات اللامتناهية التي تمتد أمامك، وأنت واقفة على أعتاب الغد. تذكري أن العالم الذي أنت على وشك أن ترثيه قابل للتشكيل مثل الطين في انتظار بصمات يديك بفارغ الصبر. اعلمي أن المستقبل لمن يؤمن بجمال أحلامهم، فبينما تسعين نحو آفاق جديدة في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، أمن الإنترنت، والتكنولوجيا الحيوية، دعي هذه الكلمات ترشدك. تخيلي نفسك كرائدة لعوالم جديدة، معمارية للمستقبل. فالأفق الممتد أمامك يتفجر بمجالات ناشئة تعد ليس فقط بمهن ولكن بدعوات. تخيلي نفسك كمعمارية في عالم الرقميات، تصنعين بيئات افتراضية في مجالات متنامية مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، صناعات ترقص على حافة خيال اليوم. تصوري نفسك في مقدمة الاستدامة، تقودين الابتكارات في الطاقة المتجددة، أو تتقدمين في التكنولوجيا الحيوية، حيث يمكنك أن تكون المفتاح لفتح أشكال جديدة من الشفاء. فكري في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتعلم الآلات منا وربما تعلمنا. هنا يمكنك أن تكوني رائدة في حدود عالم جديد، حيث يمكن أن تعيد إبداعاتك تعريف كيفية العيش، أو ادخلي في شبكة الويب الواسعة المترابطة لأمن الإنترنت، حيث يمكنك أن تكوني حارسة للكون الرقمي، تحميه ضد عواصف التهديدات السبرانية. هل تستطيعين رؤية نفسك هناك؟ هل تستطيعين الشعور بنبض الابتكار، حرارة التحديات التي تم التغلب عليها، والنشوة من الاكتشافات الجديدة؟ أطلب منك أن لا تتخيلي هذه المستقبلات فقط، بل أن تتمسكي بها بكلتي يديك بلا خوف. وأنت تسعين وراء هذه الطرق، دعي تعليمك يكون الأجنحة التي تدفعك، لا السلاسل التي تربطك. دعي الفضول
يكون بوصلتك يشير دائما نحو تحديات وتعلم جديد. كوني شجاعة في السعي وراء ما يشعل روحك. تذكري أنت لست مجرد متخرجة، أنت نحاتة القرن الجديد. مع كل تحد تتقبلينه، كل حاجز تكسرينه، وكل قمة تصلين إليها، أنت لا تشكلين مصيرك فحسب، بل تشكلين العالم. فعندما تخرجين من قاعات مدرستنا المقدسة، احتضن القيم التي أوصلتك إلى هنا: المرونة، الصبر، الإيمان والنزاهة. دعيها تكون نجومك الهادية بينما تناورين عبر العالم المعقد والمثير خارج أبواب مدرستنا. امضي قدما مثل الرحالة العظماء القدماء. امضي بشجاعة، بعزم، وبروح لا حدود لها. ابحري إلى ما وراء الموانئ الآمنة. امسكي برياح المستقبل في أشرعتك. استكشفي، احلمي، واكتشفي. تهانينا خريجاتنا الأعزاء، فاليوم لا يمثل النهاية، بل بداية رائعة لرحلة ملحوظة. فأنت لست فقط خريجة، بل أنت محاربة. أثبتت أنه لا شيء مستحيل بالإصرار والمثابرة. تقدمي بنفس الحماس، الصلابة، النزاهة، الإيمان الذي أظهرته. العالم في انتظارك، وهو لك لتساهمي في تشكيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستحق لحظة التخرج هذا التعب، وتستحق الأحلام الكبيرة تلك الجهود. مضى عام مصحوبا بلحظات هي الأعمق في الذاكرة، مشاعر الوداع والانطلاق لحياة جديدة لها إيقاع خاص. لقد سجلتن لحظات ستبقى في الذاكرة. نشاهد معا بعضا من هذه اللحظات التي أرادت الطالبات أن تشارككم إياها. فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كنا لأجل ينفعون أنفسهم ويونا ويرضون أهلهم وينفعون الدولة، لا أكثر ولا أقل. تشرف بكم، هذه حظ بلادكم بكم يا اخواني. نحن عندنا رهان على ان التعليم في هذه البلد المبروك بكم وبأهلكم يكون رقم واحد في العالم. ما نقدر نقبل رقم 2. تحديات موجودة كل يوم، كيف نتغلب على التحديات؟ الطاقة الإيجابية. ما في تحدي ما قدرنا عليها. تقدر على التحدي باليسار أو باليمين، ولكنك إذا أنت متفائل وعازم وعندك إصرار تحل كل مشاكل التحديات. فأنا أنصحكم يا أخوان، وأنتم مستقبل هذا البلد لابد أن تكون عندكم دائما الطاقة الإيجابية في كل شيء.
أحباب قلبي بوسط القلب مسكنكم، يحميكم الله كم ترعاكم المقل، فلتفخروا أنكم للشعب مفخرة، فأنتم الحلم للأوطان والأمل، فامضوا بعون من الرحمن واتحدوا، فللحقيقة أنتم هاهنا رسل. براعم الأمس غدت ثماراً يانعة، بدأت بتعلم الحروف والكلمات، وأصبحت اليوم منابر ناطقة بمعظم اللغات وأهمها. نبدأ بكلمة الأولى على دفعة الطالبات، الطالبة لجين مازن العليوي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور جمعة بالهول المحترم، حضرة مدير مدرسة دبي الدولية فرع القوس دكتور أكرم زيعور المحترم، السادة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في مدرسة دبي الدولية المحترمين، زميلاتي الحبيبات والحضور الكرام. أما بعد، ها نحن نقف اليوم عند نهاية مرحلة وبداية أخرى، وأما المرحلة التي نحتفي بختامها اليوم فهي مزيج يتداخل فيه التعليم بالمعرفة والصداقات والطموحات. هي مرحلة بدأتها قبل حوالي 14 عاما يوم أتيت مع أبي إلى هذه المدرسة للتسجيل، لكن القسم رفض لأني كنت أقل بقليل من العمر المحدد، لكن الدكتور أكرم زيعور وجه بقبولي، وكأنه كان يراهن بفراسته على تلك الصغيرة، واليوم أقول له: لقد أصابت فراستك، وتلك الصغيرة أدركت ولم تخيب حدسك، فاختتمت سنوات دراستها بكلمة تلقيها أمام هذا الحشد الرائع. فشكرا لك دكتور أكرم، شكرا له، شكرا لكم، شكرا تزين يومنا بختام عام الأجمل. ها نحن في وقت الوداع، تموج في أعماقنا صور لأحلى منزلي، لمدارس دولية تدعى دبي كأنها بيت يضم قلوبنا، برؤى تسامت للغد المتهلل، بيت ومدرسة وأهل هنا، زرعوا الغراسة فأنبتت أحلى الثمار تطير للمستقبل، ثمار بل أزاهير وفراشات تتحفز إلى الأجمل، تنظر إلى الغد المشرق، أزاهير تألقت في مدرستنا الحبيبة حيث كنا أسرة واحدة، وما بين المدرسين والمدرسات والزميلات الصديقات تلاحقت الأيام إلى أن بلغنا اليوم الموعود، يوم الفرح والإنجاز. فشكرا لمدرسة دبي الدولية، وشكرا لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، فقد كنتم كالأهل قبل أن تكونوا مربين ومعلمين، منكم أخذنا دروس العلم والحياة والأخلاق. وشكر آخر أبث معه أطيب الأمنيات لزميلاتي وصديقاتي، راجية لهن مستقبلا أشد أشراقا. وأختم بشكر من نوع خاص معطر بحب وحنان أمي وأبي، فقد قدما لي ما لا ينسى من رعاية واهتمام، ووفرا لي سبل التفوق. كما أشكر أخي الأكبر وأختي الصغرى اللذين كانا سندا لي. من جديد وأنا منطلقة إلى رحلة جديدة، أشكر الجميع هنا، لقد رسختم في الذاكرة إلى الأبد. شكرا من القلب والروح، شكرا بحجم السماء، والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع كلمة الطالبات الخريجات باللغة العربية تلقيها على مسامعكم الطالبة هند عبد الحميد الأميري، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في حفل كان خاتمة رحلة طويلة انتهت بموافاتنا لمتطلبات منهجية تمكننا من اختيار مساراتنا المهنية التي ستشكل مسارات حياتنا. ولكن في الوقت نفسه ها نحن مجتمعون هنا، أنا وأخواتي الخريجات،
تملأنا مشاعر تتجلى فيها فرحة النجاح مع حزن الفراق، وحماس لبداية جديدة مع خوف من المسؤولية الكبيرة. فيزياء هذه الحياة تخبرنا أن كل قفزة قوية تتطلب دفعة أقوى، ونحن رغم اختلاف أوزاننا وقدراتنا وإمكانياتنا تمكنا من القفز إلى نقطة النهاية في هذا المسار الطويل، هذا المسار الذي نحت لنا شخصياتنا في أكثر فترات أعمارنا حساسية، هذا المسار الذي علمنا أنه لنتعلم الحياة يجب علينا أن نحصد القليل من علومها في جميع مجالاتها، هذا المسار الذي اختلطت فيه لحظات المجهول من الأوبئة مع عزيمة المضي قدما وبنفس الجدارة رغم صعوبة الظروف والأحوال. ولكن لم نفعل هذا كله وحدنا، كنتم أنتم معنا، والدينا، عوائلنا، أساتذتنا، أصدقائنا، كل فرد منكم دعمنا بما استطاع ولو بكلمة، وكان لنا سندا في كل وقت اشتدت علينا فيه الظروف. تأكدوا أن أثركم سيظل كامنا في دواخلنا في مرحلتنا القادمة. لذلك شكرا لكم لكل أثر جميل تركتموه في ذواتنا. والدي ووالدتي وكل أولياء أمور أخواتي الخريجات، فخركم وفرحتكم بتخرجنا هو أساس نجاحنا اليوم، وهو العامل الأساسي الذي سنسعى إليه طوال أعمارنا وفي كل مرحلة في حياتنا العلمية والعملية. شكرا لكم لكونكم الدافع والسند في كل تقدم ونجاح. عوائلنا وأساتذتنا، سنسعى أن نكون من خيرة من تثمر معه جهودكم الكبيرة. تأكدوا أنه لا يمكن أن نكون قد اخترقنا الصعاب والأحزان والانكسارات لنيل درجة علمية فقط. هذا الكفاح سينبت ثماره في خدمة كل ما فيه خير لديننا وأوطاننا والبشر كافة بإذن الله تعالى. شكرا. والآن مع كلمة الطالبات الخريجات باللغة الإنجليزية تلقيها على مسامعكم الطالبة جفارية أمير نهاني، فلتتفضل مشكورة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, family, faculty, and fellow graduates, today is the day we have been dreaming of, working towards, sometimes even dreading. Yet we're here, standing on the threshold of a new chapter in our lives. But remember, we're celebrating not just an end, but a beginning, an opportunity to take everything we have learned and step boldly into the future. I want to start with a story, one that begins on the very first day of school. I remember my first day of school, kicking and crying, not wanting to enter, the mix of fear and excitement. And now I graduate, kicking and crying, not wanting to leave. We have come a long way from those first awkward days. Along the way, we have made friends who have become family, teachers who have challenged us and inspired us, sometimes even baffled us with their passion of quadratic equations and Shakespearean sonnets. But let's be real for a moment. Graduation speeches can often be a bit cliché, filled with the usual advice of, chasing your dreams and reaching for the stars. But today, I want to focus on something a bit more down to earth, the power of small moments. Think about the countless small moments that have brought us here, the late night study sessions fueled with coffee and determination. Texting the class group chat at 3 a.m. Guys, I just found out I forgot my notebook. Someone send me notes, please. The group projects that taught us more about patience and teamwork more than any textbook ever could. These small moments define us. They shape our character, build our resilience, and create memories that we'll carry with us forever. But graduation is also the time to acknowledge the people who have supported us. I'd like to thank my family, who have been my biggest supporters, offering love and encouragement even when I doubted myself. Our teachers and mentors, who have guided us with wisdom and patience. And my friends, who have walked this journey with us, sharing in our success
and comforting us in our setbacks. And as a wise person once said, and I quote, and last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. And remember, this isn't goodbye. It's a celebration of what we have accomplished, a toast to the adventures that lie ahead. Congratulations, the class of 2024. We have made it this far. Thank you. والآن مع كلمة مجلس الطالبات تلقيها على مسامعكم الطالبة فاطمة محمد النعيمي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلامي بالصلاة على خير الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، أرحب برئيس مجلس إدارة مدارس دبي الدولية الدكتور جمعة بالهول، مدير المدرسة السيد أكرم زيعور، ومنسقة المدرستين السيدة نجية البدور، ضيوف الشرف، معلمين الأفاضل والحضور الكريم. الحمد لله، بعد مدة طويلة من الجهد المتواصل جاء اليوم الذي ألقي فيه كلمتي هذه، في يوم يخلد في الذكريات، وفي يوم كنا ننتظره مذ كنا صغاراً، فكنا نحسب الأعوام المتبقية لنا لنتخرج، وها نحن على مشارف التخرج نعيش أحلام الطفولة ونبني أحلاما جديدة. فالآن لم يتبقى لنا سوى دقائق بسيطة وينتهي المسار، لنعود في بداية جديدة على كراسي الجامعات ونعيد هذه الحكاية. أعزائي الخريجات، اليوم ولله الحمد يوم عظيم، فاليوم هو اليوم الذي سنكتب فيه نهاية مسار دام ل14 سنة، وبداية خطوة ومسار جديد في الحياة. اليوم هو اليوم الذي يشهد على تعب وجهد كل منا، فمررنا بمراحل صعبة في صداقاتنا ومراحل جميلة كذلك، فتشاجرنا وبكينا وفرحنا معا، ولكن اليوم ستنخلد هذه الذكرى كذكرى جميلة لا حزينة في قلوبنا لا أذهاننا فقط. أرجو من الله لكم النجاح والتوفيق والمناصب العليا في علمكم وعملكم. كرئيسة مجلس الطلبة أشكر كل من أعضاء مجلس الطلبة، وأشكر مجلس أولياء الأمور ورئيسة المجلس السيدة ندى المرزوقي، كما أتقدم بجزيل الشكر لمعلمينا ومعلماتنا على جهودهم المبذولة معنا. لقد بدأنا هذه الخطوة لكي نكون جسر بين المدرسة والطلبة، وحملنا مسؤوليات كثيرة، وكنا نحن القدوة للأعوام اللاحقة، ولكن بالرغم من الجهد والتعب بنينا علاقة قوية بيننا وبين التلاميذ والمدرسة، فكبرنا معا ليس فقط أكاديميا بل كأفراد، وبفضل الله وبفضلكم رسمنا ذكريات تظل في جدران المدرسة لن تنمحي. شكرا لطابع الأمل الذي تركتموه فينا وفي غيرنا، فتعاونكم معنا بين لنا بأن التغيير للأحسن ممكن وبأن لا نيأس. ولولاكم لما وصلنا إلى هذه النقطة. أتمنى بأن الوعود التي قطعناها بداية السنة قد تحققت، وبأننا بيضنا الوجوه وكنا على قدر من المسؤولية. وفي النهاية أشكر هيئة التدريس والإدارة ومجلس أولياء الأمور والحضور الكريم على تواجدكم ومساندتكم لنا في مثل هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين على فضله علينا، وشكرا. لكل بداية نهاية، وها هي لحظات نهاية حفلنا قد اقتربت. ألف مبارك لكم جميعا بناتنا الطالبات أيها الآباء والأمهات، فلتدم أفراحكم وأفراحنا عامرة. يرجى من الطالبات التفضل بالوقوف لاستلام شهادات التخرج.
وندعو بالتفضل للمنصة لتسليم الشهادات الدكتور أكرم زيعور المحترم، المنسقة العامة لمدارس دبي الدولية السيدة نجية البدور، اللواء عبد الله الغيثي، رئيسة مجلس الأمناء الدكتورة نهلة ياسين حمدان، المدير بالوكالة أستاذ منير اللحام، فلتتفضلوا مشكورين. الطالبة عليا أحمد جمعة الأملح تكرم بدرع التميز. الطالبة هند محمد إبراهيم. الطالبة روضة أحمد السماتش تكرم بدرع التميز. الطالبة ليا شفيق بدر تكرم بدرع التميز. الطالبة مريم هشام بن كيلي. الطالبة ماريا عيتاني.
الطالبة شهد وائل أنارة تكرم بدرع التميز. الطالبة غالية حسين البلوشي. الطالبة عائشة حسن المرزوقي تكرم بدرع التميز. الطالبة الجوهرة عبد العزيز من شعفار. الطالبة علياء عبد الله الحداد. الطالبة سلسبيل طاهر سليمان تكرم بدرع التميز.
الطالبة مريم أحمد عبد الله تكرم بدرع التميز. الطالبة إسراء محمد ناصر البلوشي. الطالبة سلامة عبد الرزاق سيد محمد الهاشمي. الطالبة شذا حمدي الحسيني تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة روضة علي الفلاسي. الطالبة فاطمة محمد المنصوري. الطالبة نور الخياط. الطالبة مها علي محمد تكرم بدرع فائق التميز.
الطالبة أسل غسان العاني تكرم بدرع تميز. الطالبة آية حكم الغنانيم تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة مروى سلمان كهور. الطالبة فيينا علي رضا رؤوفي. الطالبة لجين مازن العليوي تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة لجين الأولى على دفعة الخريجات. الطالبة عشبة محمد بالجيز الفلاسي تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة ليا بسام نعمة تكرم بدرع فائق التميز.
الطالبة دينا عادل عبد الله تقدم بفرع فائق التميز. الطالبة غالية ماهر علي عبد الله درويش تكرم بدرع التميز. الطالبة نورة علي عيسى محمد السم تكرم بدرع التميز. الطالبة نوف أحمد محمد علي المزروعي. الطالبة لطيفة راشد مهير سعيد المزروعي تكرم بدرع التميز. الطالبة سلامة علي صالح حل. الطالبة سما ناظم عباسي.
الطالبة ياسمين شادي البشير. الطالبة جافيريا أمير نوهاني. الطالبة هند عبد الحميد عبد الله الأميري تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة زهرة بشار موسى مجيد تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة مايا مصطفى ماجد الساعدي تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة ريم إبراهيم عبد الله الدشتي تكرم بدرع التميز.
الطالبة يارا صلاح الصرمة. الطالبة فريدة مال الله خميس. الطالبة سارة شاكر الحداد تكرم بدرع التميز. الطالبة فرح إبراهيم الحجي. الطالبة هند خليفة المهيري تكرم بدرع التميز. الطالبة ميثة محمد المهيري. الطالبة شهد عدنان الطواش تكرم بدرع التميز.
الطالبة روضة جمال كاهور تكرم بدرع التميز. الطالبة فاطمة محمد النعيمي تكرم بفرع التميز. الطالبة عائشة أحمد صياح المهيري. الطالبة فاطمة عبد الرحمن خادم المهيري. الطالبة جميلة محمد المريدي. الطالبة نايا الفتال تكرم بدرع فائق التميز. الطالبة عائشة علي إبراهيم الشامسي.
الطالبة فاطمة أمير العلي. الطالبة سارة مجيد الحسيني. الطالبة رقية مجيد. الطالبة لمياء حامد إسلامي تكرم بدرع التميز. الطالبة ريم فاضل كمال تكرم بدرع التميز. الطالبة نور حلال. الطالبة شهرزاد شادي ضاوي.
لا قبل النشيد، المقدم بعدين النشيد. نشكر القائمين على تسليم الشهادات: الدكتور أكرم زيعور، اللواء عبد الله الغيثي، المنسقة العامة لمدارس دبي الدولية السيدة نجية البدور، رئيسة مجلس الأمناء الدكتورة نهلة ياسين حمدان، المدير بالوكالة الأستاذ منير اللحام. شكرا للجميع. أخيرا أقول لبناتنا الخريجات: اليوم تبدأ مرحلة جديدة في حياتكن، فكونوا دائما على قدر التحدي، واجعلن من نجاحكن دافعا لتحقيق المزيد، لتكونوا سفراء مدرسة دبي الدولية في كل مكان، لتنشروا فكرها وأهدافها وقيمها في كل مكان. شكرا لكم على حضوركم ودعمكم المستمر. كما بدأنا ننهي حفلنا الكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ألف مبارك للخريجات، وكل عام وأنتم بألف خير. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقول اسهر للصباح، دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا وفرحة النجاح. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة هالنجاح. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة النجاح. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا نسهر للصباح، دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة النجاح. بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقول اسهر للصباح، دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحة النجاح.
نجتهد تلمس أناملنا الغمام والنجاح لجهدنا أغلى وسام، نختصرها من فرحنا بكلمتين للأمام، نقول دايم للأمام. نجتهد تلمس أناملنا الغمام والنجاح لجهدنا أغلى وسام، نختصرها من فرحنا بكلمتين للأمام، نقول دايم للأمام. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا نقول الإسلام الصباح اليوم كلنا ناجحين النجاح. بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقول الإسلام الصباح، دامنا هاليوم كلنا ناجحين يا سعادتنا بفرحتنا النجاح. بالفرح نرسل تهانينا أكيد